السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن ميزة بسيطة بس ممكن تفرق معاك فرق جبار في نتائج حملتك، وهي الرد التلقائي في إعلانات الرسائل على فيسبوك. تخيل إنك عامل إعلان ممول والناس بدأت تبعت لك رسائل، بس أنت مش متفرغ ترد عليهم فورا، أو بتضيع عملاء لأنك اتأخرت في الرد. هنا بقى بيجي دور الأوتو ريبلاي أو الرد التلقائي، اللي بيخليك ترد على كل رسالة بشكل فوري ومنظم، وكمان بتدي للعميل انطباع انك محترف وسريع وجاهز. في الفيديو ده هنتعلم سوا ازاي تفعل الرد التلقائي في اعلانك بتاع الرسائل على فيسبوك. بعد ما فتحنا مدير الاعلانات بتاعنا بتاع الفيسبوك وحددنا الحساب الاعلاني اللي احنا هنعمل منه الحملة الاعلانية، بنضغط على انشاء، وبنضغط على هدف التفاعل، وبنختار متابعة، وبنضغط على حملة إعلانية يدوية تستخدم هدف التفاعل، وبنضغط على متابعة، وبعدين بنضغط على التالي بعد طبعا ما بنسمي اسم الحملة بتاعتنا. وبنيجي هنا في التحويل طبعا بنختار وجهات الرسائل وندخل على طول كأننا خلصنا الإعلان وجينا في نهاية الإعلان. هنا في حاجة تحت لو نزلنا اسمها إنشاء قالب جديد في قالب الرسالة، يا إما إنشاء قالب جديد يا إما طبعا استخدام قالب موجود، بس هو مش جايب لي استخدام قالب موجود لأن إحنا أول مرة هننشئ قالب جديد للرد التلقائي. طبعا لما أنت بتنشئ قالب جديد في أي وقت بتدخل بيه من الحساب الإعلاني ده تعمل إعلان ممول على الصفحة، بتلاقي هنا القالب الموجود القديم موجود لو أنت عايز تستخدمه مرة تانية أو تعدل عليه. فبنيجي هنا مثلا نضغط على تعديل ونيجي للقالب بتاعنا، بيظهر معايا بالطريقة دي. أول حاجة فوق بيقول لي الرسالة الترحيبية بتاعتي اللي أنا هرحب بيها للعميل اللي هو هيدخل هيكلمني في الرسائل على الماسنجر. الرسالة الترحيبية هي مكتوبة بصيغة يرجى إخبارنا بالطريقة التي يمكننا مساعدتك بها. أنت طبعا تقدر تكتبها زي ما أنت عايز، يعني ممكن نقول مرحبا بك، ونحط هنا طابع شخصي مثلا اللي هو الاسم الاول للمستلم او اسم العائله للمستلم او الاسم الكامل او اسم صفحه الفيسبوك بتاعه زي ما انت عايز. فهنختار الاسم الاول، نقول مرحبا بك مثلا يا طه، سيتم الرد عليك في اقرب وقت ممكن. دي بتبقى رساله ترحيبيه بتروح للعميل. طبعا انت ليك الحق تكتب زي ما انت عايز. بص الرسالة كده الناحية التانية هتلاقي العرض بتظهر للعميل بنفس الطريقة كده. طيب هنا في عندي حاجة فوق اسمها نصوص فقط، واسمها نص وصورة ونص وفيديو. يعني أنا لو عايز أبعت للعميل نص بس يبقى هكتب الجملة اللي أنا كتبتها دي أو أيا كان الجملة اللي أنا عايز أكتبها. طيب لو أنا عايز أحط للعميل نص وصورة أو نص الفيديو أو نص ومعاه فيديو، هنختار مثلا نص وصورة، وبنختار صورة من عندنا عن طريق تحديد صورة. لو انا مثلا عايز ابعت للعميل صورة معينة في الرسالة الترحيبية بتاعتي، هضغط مثلا الصورة دي ومتابعة، هيجيب لي الصورة دي. يبقى كده العميل هيروح له النص اللي انا كتبته ومعاه الصورة دي. وبرضو في امكانية عندي ان انا اكتب له اي حاجة على الصورة كعنوان، يعني مثلا هكتب على الصورة اهلا بك مثلا. لو انا كتبت اهلا بك هتظهر عندي بالطريقة دي. في برضو عنوان فرعي للصورة، ممكن احط عنوان صغير كده فرعي تاني في الصورة بتاعتي، مرحبا بك مثلا. هلاقي اهو مرحبا بك ظهرت بالطريقة دي. ونفس الكلام لو انا برضو عايز احط فيديو للعميل في الرسالة الترحيبية بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الصورة دي. طيب هنخليها مثلا نصوص فقط ونكتفي بالنص دي. في حاجة تحت تاني اسمها تضمين رقم الهاتف. تضمين رقم الهاتف لو انا عايز احط الرقم للعميل، سهل جدا طبعا. بعلم هنا على تضمين رقم الهاتف واحط كود البلد واحط رقم الهاتف اللي انا عايزه يظهر للعميل. يبقى دي لو انا عايز اضمن رقم الهاتف بتاعي في الرد التلقائي. في بقى بعدين الاسئلة اللي انا عايز احطها للعميل بحيث ان العميل ده يضغط عليها يروح يطلع له رد على السؤال بمجرد ما يضغط على السؤال اللي انا كاتبه له. يعني انا بحط سؤال واجابة. يعني السؤال مثلا هل يمكنني معرفة سعر الكورس بتاعك مثلا، اللي انا مثلا بعمل اعلان بعلن فيه عن كورس معين، فانا كاتب السؤال هل يمكنني معرفة سعر الكورس، وكاتب الاجابة مثلا
500 جنيه مثلا. فكده العميل لو ضغط على هل يمكنني معرفة سعر الكورس اللي هو السؤال ده، هتطلع له على طول الإجابة التلقائية أو الرد التلقائي 500 جنيه. وأقدر طبعا أضيف أسئلة تاني أهو زي ما أنا عايز تحت. ولو الثلاث أسئلة دول أنا محتاج أضيف عليهم سؤال رابع، بضغط هنا على إضافة سؤال وأكمل برضو سؤال رابع زي ما أنا عايز. دي اسمها الأسئلة المتكررة. لو ضغطت هنا على الأسئلة المتكررة هلاقي ممكن تطلع لي برضو الردود السريعة أو الأزرار. خلينا في الأزرار لأن هي برضو بتبقى مهمة جدا. يعني أكثرية الاستخدامات بتبقى يا إما أسئلة متكررة يا إما أزرار. إيه الأزرار دي؟ لو أنا ضغطت على الأزرار كده، دي معناها إن أنا بحط للعميل هنا أزرار مش أسئلة بقى، بحيث إن هو يضغط على الزر ده يحوله على عنوان اليو ار ال اللي أنا هحطه له هنا. يعني ممكن أكتب له مثلا مشاهدة الآن، انا بعرض عن فيديو معين مثلا عايز الناس تدخل تشاهده، بس الفيديو ده موجود على موقع تاني. فبكتب هنا مشاهدة الآن، بحيث ان العميل اول ما يضغط على مشاهدة الآن هيحوله على طول الفيسبوك للموقع اللي انا هحطه هنا، اذا كان مثلا لينك قناة على اليوتيوب او غيره. وممكن برضو احط اكتر من زر عن طريق ان انا بضغط على اضافة زر تاني، بحيث ان انا احط للعميل اكتر من زر هنا. ده باختصار كده طريقة عمل رد تلقائي في الإعلانات الممولة بهدف الرسائل على الفيسبوك. يا رب يكون الفيديو انتوا استفدتوا منه، ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك واعمل اشتراك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.